عمل لها زفة من أول وجديد في الساحل الشمالي وغنى لها بنفسه وساب الحفلة اللي دفع فيها ملايين وركز معاها هي وخدها بعيد عن أختها وصاحبتها وفضل يحب ويدلع فيها وجايب لها 2 حراسة وما سابش إيديها لحظة واحدة، واللي عملوا معاها وهي بتسلم على واحدة محدش يتوقعه. الكلام هنا عن هشام جمال وليلى أحمد زاهر. يا ترى إيه اللي حسين الجسمي عمله لما شافهم؟ وليه إطلالة ليلى عملت قلبان في الساحل؟ وتفتكروا ملك أحمد زاهر عملت إيه لما شافت جوز أختها بيدلع فيها قدام الناس؟ تعالوا أقول لكم التفاصيل دي كلها في الفيديو ده، بس خليكم متابعين معايا للنهاية. اللي حصل بين هشام جمال وليلى أحمد زاهر في حفلة حسين الجسمي بالساحل الشمالي عمل قلبان كبير قوي على السوشيال ميديا، وحقيقي ما فيش حد ما بيتكلمش على اللي حصل ما بينهم في الحفلة. أصل بصراحة يا جماعة محدش كان يصدق إن هشام يعمل كده مع ليلى قدام ملايين من الناس، بالذات إنه بيغير عليها جدا وما عملش كده معاها قبل كده. اللي حصل إن هشام جمال كان عامل حفلة لأول مرة لحسين الجسمي في الساحل الشمالي، وطبعا الحفلة دي كلفته ملايين. ده برضه حسين الجسمي وواجهة شركة هشام، فالمتوقع إن هشام يكون مشغول في الحفلة ومركز مع كل صغيرة وكبيرة، بس الحقيقة ما حصلش كده خالص. ده ما كانش مركز غير مع مراته ليلى أحمد زاهر، واللي خطفت الأنظار بجمال ورقة إطلالتها. أصلها كانت لابسة سوت بيضة وحاطة مكياج خفيف قوي، بصراحة هي جميلة ومش محتاجة لأي حاجة. هشام دخل الحفلة وفي إيده مراته ليلى ووراهم 2 حراسة، واحدة وواحد ماشيين مخصوص علشان يحموا ليلى من المعجبين. وفجأة واحدة وقفت ليلى وسلمت عليها، بس هشام ما سكتش، فضل يشد فيها ويقول لها يلا، تقريبا خايف الناس تتلم عليهم علشان يتصوروا وما يلحقوش الحفلة. وأول ما شافهم حسين الجسمي قرر يزفهم من أول وجديد، واللي غنى لهم أغنية فستانك الأبيض. وما أقولكوش بقى كل اللي حواليهم كان بيغني لهم ويسقف لهم، ويا سلام على فرحة ليلى في اللحظة دي، كانت طايرة من الفرحة وفي نفس الوقت مكسوفة. هشام خدها وطلعوا على المسرح سلموا على حسين الجسمي، ومش بس كده، ده كمان غنى لها أغنية فستانك الأبيض. وبعد ما نزلوا خدها وقف بيها بعيد شوية عن أختها ملك وصحباتها اللي كانوا حاضرين، وكمان أمها وأبوها، وده عشان يفرح مع مراته براحته. وما أقولكوش بقى فضل طول الحفلة يغني لها ويحضن فيها ويرقص معاها ويدلعها قدام الناس كلها. ويا جمال روح أختها ملك اللي أول ما شافته بيعمل كده مع أختها طلعت جري فتحت تليفونها وصورتهم. أما بقى النجم والفنان أحمد زاهر ومراته هدى فما قربوش منهم خالص، وكانوا قاعدين بعيد شوية في الحفلة، يعني عرسان جداد بقى، وسايبينهم يعبروا براحتهم عن حبهم لبعض ويعيشوا يومين حلوين قبل ما المسؤوليات تكتر عليهم. قولولي بقى في النهاية ايه رأيكم في اللي عمله النجم هشام جمال لمراته ليلى أحمد زاهر في حفلة حسين الجسمي بالساحل الشمالي.